السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل منيو 7 ايام مختلفة واكلات مختلفة، يا رب يعجبكم. الاول جبت هعمل لحمة مشوية ومكرونة. جبت حبة سمن كده وحطيتهم في الحلة وسبتها لما سخنت جامد، وبعدين حطيت فيها اللحم، وكنت مقطعاه طرنشات رفيعة، واللي تاخد لون من تحت كده تتشمع من تحت اركنها. وبعدين لما خلاص اخدت كلها لون حطيت بصل، وحطيت فلفل اخضر وجزر، وقعدت اقلبهم تقليبه حلوه كده، وحطيت عليهم حبه فلفل اسمر. وبعدين حطيت الطماطم، وكنت محضره ميه بتغلي، حطيت الميه على اللحم وسبتها لحد ما طابت، وهديت عليها وسبتها لحد ما طابت. لما استوت حطيت عليها زبادي، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت بابريكا. اي توابل متاحه عندك حطيها، ممكن تحطي حبه جوز الطيب عليها، وهتقلبيها كويس في الحاجات اللي انا حطيناها دي. وبعدين هتركنيها شويه، يعني ساعه ساعتين على قد ما تقدري، يعني كل ما ركنتيها بقت احسن. بعدين بص، اللي انت التوابل المتاحه عندك حطيها، فلفل اسمر، حبه ملح شويه صغيرين وكده، اللي انت المتاحه عندك. هعمل معاها مكرونه. جبت حله كبيره وحطيت فيها ميه، وسبت المكرونه تستوي. وبعدين حطيت بصلايه، وبصلايه متوسطه يعني مش كبيره قوي، وحطيت عليها فص ثوم، وقلبتها، وحطيت الطماطم تاخد يعني تتسبك معاها وكده. انا بحب اعملها بالطماطم، ما بحطش عليها صلصه. وبعدين كانت المكرونه اتسلقت من غير ما اشطفها، حطيتها عليها، وحطيت قرن فلفل او واحدتين فلفل كده عليها، وتخلي طعمها في منتهى الجمال. ظبطت الملح، ظبطت الكمون، حطيت حبه فلفل اسمر، حبه بابريكا. لما بقى حطيت جيت بقى علشان اجهز اللحمه، حطيت حته سمن، يستحسن انها تكون فلاحي او ليا. فجيت حطيتها وسبتها تسخن، وبعدين حطيت فيها اللحمه، اديها تحميره كده بسيطه، وحطيت فوقها الصوص اللي كانت مركونه فيه. قطعت بصلايه وفلفل الوان، وحطيت عليهم حبه ملح، حبه فلفل اسمر، حبه شطه، وحطيتهم جنب اللحمه كده ياخدوا تشميعه بسيطه كده، يعني مش هيتحمروا ولا حاجه، يا دوبك ياخدوا من طعم اللحمه وخلاص. وقلبتها تقليبه حلوه كده، ومش هتستوي يا جماعه، هتستنى بالقرشه بتاعتها كده، هتستنى زي ما هي كده، مش هتدبل، مش هتستوي، مش هتعمل اي حاجه. وبعدين بصوا يا جماعه شكلها كده. عملت فحمه عشان اخد ريحه الشوي. عملت فحمه وحطيت عليها حبه زيت وغطيتها وسبتها عشان الاكل ياخد من ريحتها يعني. قدمت الاكله ديت مع شيبسي، مع المكرونه، مع طماطم مقطعه، مع مخلل، مع سلطه الطحينه، وكده خلاص الاكله دي. هعمل يا جماعه بردك كريب اقتصادي، مش يعني مش مكلف جدا، يعني اقتصادي. جبت 4 كوبايات سوائل، كوباية لبن و3 كوبايات مية، حطيت عليهم 3 كوبايات ونص دقيق، وضربتهم ضربة كويسة جدا في الكبة او في الخلاط، وصفيتهم، وحطيت عليها حبة ملح. لو انت عايزة تحطي فلفل اسمر حطي، بس انا ما حطيتش عشان كنت هعمل يعني حلو من الكريب ده. بص يا جماعة، هو بيبقى بنفس الشكل ده كده. جبت مقلاية، يستحسن ان هي تكون تيفال يعني، وحطيت فيها مقدار بسيط من الكريب ده، يعني من سائل الكريب ده. وبعدين بصوا يا جماعه بالراحه، على اقل من النار بتبقى اعلى من المتوسطه. حطيت يا اما مغرفه، يا اما تحطي مثلا، انا حطيت بالكنكه بتاعه القهوه، المقدار ده كان مناسب جدا. حطيت بيه بقى يعمل لي كريبايه كويسه خفيفه وكويسه ومناسبه. الكريبايه ما تجيش يمها لحد لما تشيل من الحروب بتاعتها كده بالراحه، وبعدين تقلبيها على الوش التاني. يعني عمايله سهله يا جماعه، مش محتاج حاجه. اقول المقادير تاني: 3 كوبايات ونص دقيق، 4 كوبايات ميه، ممكن تحتاجي معلقتين او ربع كوبايه ميه كمان، وخلاص حسب الدقيق اللي عندك. وبعدين حطيت عليهم حبه ملح، وضربتهم في الكبه وصفيتهم. الحشوه بتاعتي برضك هتبقى حشوه بسيطه كده، مش حشوه مكلفه يعني. اصطبر عليها يا جماعه النار فوق المتوسطه، اصطبر عليها كده، واقف الكريب ما بتسيبهوش وتمشي، لا بتتني واقفه تعمليه. مش مهم لو طلعت واحده مشروله، يعني واحده مش لازم تبقى دايره بالظبط يعني، على قد ما تقدري تخليها دايره. بس لو حته فيها طالعه كده مش مشكله، ممكن تسويها بالسكينه او بغطا حله حامي او اي حاجه من دي. بصوا يا جماعه، ولو واحده بردك اول واحده بنضحي بيها يا جماعه، ولو واحده اتلخبطت مني ما تعقدش اقول لا ده انا مش عارفه اعمله ولا حاجه، لا. اصبر كده على الحاجه، ان شاء الله تبقى جميله وتبقى احسن من كده كمان.
الحشوه بتاعتي اللي انا هعملها حشوه بسيطه جدا، يعني مش هتبقى مكلفه ولا اي حاجه. انت ممكن تعمليه بجبن، تعمليه ببسطرمه، تعمليه بصدق، تعمليه بلحمه مفرومه، تعمليه بشاورما، شاورما لحمه، شاورما فراخ، اي حاجه الامكانيات المتوفره عندك تعمليه بيها. ممكن تعمليه كريب حلو. بصوا يا جماعه دي اتلخبطت مني، انا ما رضيتش اشيلها لان وارد يحصل اي حاجه وانا بعمل الحاجه انها تتلخبط مني، ما اعرفش اعدلها كده. كده خلصت الكريب. هنيجي للحشوه بقى. انا كان عندي حبه بسطرمه شويه صغيرين كده في الفريزر، فقلت اعمل بيهم الكريب ده. شوحتهم تشويحه بسيطه كده، وحضرت فلفل الوان وفلفل اخضر قطعته صغير جدا، وجيت حطاه عليه، وهقلب تقليبه بسيطه بردك، وما احطش. مقطعه طماطم بردك ما فيهاش بذر. الطماطم شلت البذر منها عشان ما تعملش ميه وتبوظ لي الحشوه بتاعه الكريب، او بتخلي الكريب طري. اخر حاجه حطيت الطماطم ونزلتها من على النار على طول، وظبطت اللي حطيت لها حبه فلفل اسمر وحبه كمون وحبه ملح شويه صغيرين، علشان البسطرمه بيبقى فيها ملح. هنيجي بقى للحشوه. محضره بردك حبه جبنه بردك شويه صغيره مش ياما يعني عندي كده. جيت بقى هعمل، انا بفضل ان انا اعملها بالطريقه ديت. بجيب الواحده واقطعها كده والفها مثلثات، بتبقى سهله جدا، الحشوه ما بتطلعش منها، بتبقى الحشوه مظبوطه فيها وما بتطلعش منها. وكمان كان عندي زيتون يا جماعه حطيته. اي حاجه عندك ممكن تعملي بيها كريب، يعني ما توقفيش لازم شاورما، لازم بانيه، لازم ما اعرفش ايه، لا. ممكن بردك ان شاء الله مره تانية كده ربنا يغنينا من فضله واعمله لكم بالجمبري، هيبقى حلو ان شاء الله في منتهى الجمال، تحفه قوي. بعدين بعد ما خلصت الحشوات كلها يا جماعه، جبت المقلايه مسحتها بحبه زيت شويه كده، وهديله قرمشه كده واديله لون تحميره حلوه كده علشان يبقى جميل كده وطعمه حلو. هعمله كله، ههدي النار عليه عشان يحمر وما يتحرقش منك. لازم تهدي عليه النار ويديك القرمشه، لازم تهدي عليه النار. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله حلو، يعني ما لا هو يعني كده ولا كده، اهو ماشي الحال. قدمته مع شيبسي وكان فيه كاتشب وكده ومخلل، حلو جميل جدا اهوت في منتهى الجمال. بصوا يا جماعه حلو قوي، بصوا جميل جدا، يعني مش هيقول لا، يعني حلو اهو. يوم وعدى وجميل بسم الله ما شاء الله عليه، بالالف هنا وشفا للي اكله واللي هيعمله هياكل منه. الاكله اللي بعد كده يا جماعه هعمل سمك. السمك المقلي انا هعمله في اخر الفيديو ان شاء الله. انا كان عندي سمك مقلي لقيته كبير فقسمته حته، قلت الراس ديت اعملها في دمعه، وهجيب معاها حبه بسارية سردين اي حاجه وتبقى اكله يعني. هقلي السمك ده، انا هحمره نص تحميره، هو جاهز، انا كنت متبلاه من المره اللي فاتت يا جماعه. نص تحميره كده. التتبيله بتاعته حاجه بسيطه يعني، توم على دقه فلفل اخضر وفلفل احمر وكده. جبت عشان اعمل التسبيكه بتاعته، انا هعملها زي المسقعه بالظبط. توميه هحمرها شويه ببساط كده، واحط عليها الطماطم واسيبها تتسبك. يكون السمك بقى اتحمر اهوت. جبت وعايه حطيت فيها حبه من التسبيكه دي، وهحط فوقها التوابل دي، هحطها فوق التسبيكه اللي هي كمون وكزبره وحبه شطه حمراء، حبه بابريكا، نطره صغيره فلفل اسمر بردك تديها طعم، وبس كده. وهجيب التسبيكه دي احطها فوق السمك، وهدخلها الفرن على طول، ادخلها فرن البوتاجاز على طول، مش هحطها تاني على الفرن على البوتاجاز من فوق. جيب عندي بقى بردك هعمل لازم حبه تحابيش كده جنب السمك كده، يخلوا له طعم جميل وكده، يعني شهيصه كده. جبت حبه بتنجان قطعته وحطيت عليه حبه ملح وركنته شويه عشان المرار اللي فيه دوت يروح. وبعدين حمرته وجبت دقه فلفل اسمر، لا مش فلفل اسمر يا جماعه، كمون وتوم وشطه خضراء وشطه حمراء وحبه كزبره، وحطيتهم كده على بعض، وحطيت لهم خل وملح، خل وليمون وملح. بعد كده جبت هعمل برام رز، وحطيت السمك، عملت برام رز كان في منتهى الجمال معاهم يا جماعه والله. وحطيت برام السمك، ايوه برامة السمك دي. هعمل بقى صينيه سردين رفيع كده، كان بيتباع من الشارع معدي جبت نص ب15 جنيه كده. قلت اعمله مع السمك دوت، يعني عشان يبقى اكله كده حلوه، يعني ما يقولوش كروتتنا. جبت البصلايه وقطعتها حتت صغيره، وجبت فلفل اخضر وطماطم. مسكت الفلفل والبصل دعكتهم كده مع بعض بالتوابل بالكمون بالدقه اللي هي توم
توم وشطه حمراء وشطه خضراء وملح، وحطيت عليها كمون وكزبره ومسكتهم دعكتهم مع بعض، والاخر خالص حطيت الطماطم علشان تبقى حيه كده ما تموتش مني. كل ده جيت حطاه على الايه، وليمون ليمونتين كده حلوين محترمين، حطيتهم على السردين وقلبتهم تقليبه حلوه وسبتهم يتركنوا حوالي ساعه كده. بقى في منتهى الجمال وطعمه وريحته جميله جدا من غير ما يطيب، شكله شهي جدا وجميل جدا يعني. بتمنى ان انتوا تجربوه، يعني حاجه حلوه. رصيته كده رصه جميله كده، وبعدين حطيت بقى اللي هي التتبيله اللي انا عملتها ديت فوق الوش، البصل والطماطم والفلفل الاخضر لو انت عندك فلفل الوان حطي بردك، والكمون والدقه، وكمان عصرت ليمونه وحطيت القرن الفلفل ده حراق عشان يديها شخصيه كده وطعم. وحطيت كل الحاجات ديت في الفرن يا جماعه. خلاص السمك المقلي اللي في طاجن خلاص كده كويس كده. احنا بنحبه ناشف، ما بنحبش فيه دمعه كتير كده يعني، الصلصه بتاعته كتير، لا بنحبه ناشف. طلعتها واحط مكانه السمك وهسيبه وهدي عليه مع الرز، اهدي على الرز واحط السمك يطيب تحت كده عشان النار تحت بتبقى اعلى شويه من فوق. السردين ما بيحتاجش نار هاديه، لان السردين يتمص منك لانه رفيع، عايز نار عالية، هو ما بياخدش وقت يعني في الطيبان. اهو بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا. وادي السفرة بتاعتنا كانت جرجير وسلطة والبتنجان والرز المدسوس والسردين والسمك والعيش طبعا. بسم الله ما شاء الله، شكله في منتهى الجمال. هو ده غدوة كانت جميلة جدا يعني، مش مكروتش يعني، كانت حلوة. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا. بعدين جيت بقى هنا هعمل ايه يا جماعة؟ هعمل بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل عدس جميل جدا، اكله في منتهى الجمال. هي اكله شتوي بس هي في منتهى الجمال. اعمليها بطريقتي وعلى ضمانتي هتلاقيها في منتهى الجمال. جبت بصلايه حلوه كده وحطيتها تتشمع على النار في حبه سمن، وبعدين حطيت عليها جزرايه وبردك وقلبتها وسبتها تتشمع شويه، وقرن فلفل اخضر نفس الشيء بردك اقلبه. اي حاجه بحطها اقلبها. عندي واحدة مرقة دجاج من النادر ان انا بعمل بيها، لان انا يعني قلت احلي طعمها كده، وحطيت حتة تومية وقلبته كده تقليبة كويسة مع بعضيه كده. وهغسل العدس واحط عليهم واقلب بردك العدس تقليبة كويسة علشان يديني طعم كده، ويديني طعم في منتهى الجمال. مش عدس يا جماعة، والله حاجة جميلة جدا. جربوه كده في الصيف، هيبقى جميل جدا يعني، هيبقى والله احسن من الشتاء يعني. وانا عامله حبه صغيرين يعني تحسبا ان محدش يرضى ياكل منه قوي يعني، بس قلت هم حرين. وبعدين جبت طماطمايه وقلبتها فيها، قطعتها شرايح كده وقلبتها تقليبه كويسه. بحط الطماطم في الاخر عشان هي بتعمل ميه فهتمنع ان العدس والحاجه تتشرب. وبعدين جبت حبه ميه وحطيتهم عليه اسيبهم تغلي وهدي عليها النار واسيبه العدس يطيب براحته. احسن حاجه في العدس انه يطيب براحته يا جماعه على نار هاديه. وبعدين ضربته في الخلاط، لو انت عايزه تصفيه في المصفى صفيه. ضربته في الخلاط وحطيته في الحله، عملت له طشه كده. جيت جايبه بصلايه حمرتها شويه صغيرين يا دوبك كده، وجيت حاطه عليها لا انت عايزه تحطي لسان عصفور حطي، انا حطيت شعريه. حطيت عليها الشعريه واقلبها تقليبه كويسه كده لحد ما هتديني لون حلو يعني، مش هغمقها قوي، اللون ده كده جميل كده ومناسب. وعلى العدس وحطيته كنت هظبط بقى التوابل بتاعه العدس بيحتاج ايه؟ كمون وحبه فلفل اسمر، لو عايزه تحطي حبه كزبره ناشفه حطي، بتبقى في منتهى الجمال. اساسي كمون وفلفل اسمر وحبه ملح. حط حبه شطه بقى انت بقى براحتك، حبه شطه حبه بابريكا، حاجات ده من عندك. عايزه تحطي لورا وحبهان حطي في ميه السليق وانت بتسلقيه، حطي له لورا وحبهان بيبقى جميل جدا. جيت بقى قلت اما اعمل بصلايه، ما فيش بصل اخضر، قلت اما اعمل بصلايه كده جنب العدس. جبت بصلايه حلوه وقطعتها كده دواير، وبعدين حطيت عليها حبه ملح وحبه كمون وحبه شطه همن، وهدعكها بايدي كده هخليها جميله جدا. وحط عليها نص ليمونه وحبه خل. احلى حبه بصل ممكن تاكلي بيهم طعميه، تاكلي بيهم عدس، تاكلي بيهم فول، تاكلي بيهم جنب المسقعه جنب السمك، في منتهى الجمال. وادي المسقعه اساسي معايا اهي، انا بعملها وبركنها يا جماعه في التلاجة. وادي بطاطس كنت عاملاها في الفرن، مره ان شاء الله هعملها لحضراتكم. وادي السمك البتنجان قصدي، في منتهى الجمال. اكله جميله جدا، اكله مشبعه وجميله جدا وبتاكل يعني. بسم الله ما شاء الله، انا عملت الطبقين دولت وطبق كمان بس. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وحمرت معايا فلفل بردك اخضر وحطيته. دي يا جماعه
الازازه اللي انا كنت مخلله فيها من اكتر من شهر الخيار. احنا بنحب نخلل الخيار قوي، يعني اكتر حاجه هو واللفت اكتر حاجه بنحبها، والفلفل. هفتح عليها بقى النهارده قدام حضراتكم اهو. والله هي الازازه يعني لا غيرتها ولا عملت فيها حاجه. كمان ده الفلفل الاخضر ممكن يقعد 3 شهور في الازازه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. واللفت اللفت ممكن يقعد يعني شهر في الازازه من غير ما تفتحي عليه. بعدين تفتحي عليه اهو، بسم الله. دي اول واحده فوق بتبقى غامقه كده شويه. بصوا بقى اللي تحت شكله ايه، في منتهى الجمال. بصوا جميل جدا ازاي. بصوا وانا بفتحه جميله، يعني خضره يعني لونها جميل جدا وماسكه نفسيها، يعني مش مهريه ولا حاجه. والفلفل في منتهى الجمال. دي بقى هقفلها ازاي؟ يا اما اقلبها واقفلها، يا اما احطها في برطمان تاني. ودي مش هتاخد وقت يعني، ده الازازه دي بتقعد لها يومين ولا حاجه. وهشيلها بس كده. انا حبيت عملتها وحبيت اوريها لحضراتكم لما انا جيت افتح عليها. اهي جميله جدا. هعمل بقى ايه؟ كبده. كبده اسكندراني. هعملها بالتتبيله بتاعتها زي الاسكندرانيه ما بيعملوها بالظبط. جبت دقه توم وحطيتها على الكبده مقطعاها شرايح صغيره. حطيت كمون وكزبره وفلفل اسمر وحبه ملح، حبه فلفل اسمر شويه صغيرين خالص. انا ما بحطش على الكبده فلفل اسمر. وحطيت بسم الله الرحمن الرحيم حبه ليمون. وهقلبها يعني واحده ليمونه كبيره كده، وهقلبها وهركنها. يعني اركنيها ساعة، اركنيها ساعتين، اركنيها من بالليل في التلاجة. غطيها كده بكيس واركنيها في التلاجة. زي الوقت اللي انت هتحطيها فيه بتبقى بتزيد جمال وتبقى جميلة جدا. الاخر بقى هحط الفلفل الاخضر ده. جبت حبة زيت وسخنتهم جامد. حطيت عليهم الكبدة وقعدت اقلب فيها كده تقليبة حلوة علشان تتشمع وتبقى جميلة. وبعدين هديت عليها النار وهحط عليها حبة خل شوية صغيرين، وهقلبها تقليبة حلوة كده. خلاص كده الكبدة ما بتاخدش وقت، الكبدة بتستوي بسرعة وما بتاخدش وقت. اهي يا جماعة بصوا جمالها، جميلة جدا، طعمها في منتهى الجمال. اعمليها بقى بسندوتشات فينو، اعمليها بالعيش الاسمر بتاعنا، اعمليها بمكرونة، اعمليها بالطريقة اللي تعجبك، كلي معاها اي حاجة بتعجبك بقى. هي يا دوبك كده عايزة رغيفين وعايزة حبة مخلل وحبة شيبسي او بطاطس وخلصنا كده. الاخر خالص كده يا جماعه، بعد ما هي دخلت على سوا خلاص استوت، حطيت عليها الفلفل الاخضر عشان يبقى حي كده وطعمه جميل. ما بحطش الفلفل الاسمر، مش فلفل اسمر، فلفل اخضر. ما بحطش الفلفل الاخضر من بدري علشان ايه ما يموتش منها كده. وقدمتها مع خيار وطماطم وشيبسي. اعذروني ان البطاطس وحشه في السوق، فعلى طول بفضل الشيبسي يعني. اهوت بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بقى الاكله اللي بعدها يا جماعه، يا رب تكون عجبتكم الكبده. هعمل بورما بلسان العصفور. جبت البورما لسان العصفور وحمرته، هحمره غامق. هحط عليه حبه ملح علشان يبقى لونه موحد. هحمره غامق. كنت محضره بصل وفلفل الوان وطماطميه صغيره كده وحطاهم على جنب. هحمر الاول المكرونه دي، وهعمل التسبيكه بتاعتي وانا جنب المكرونه كده. ما دام هي عايزه تحميره غامقه فمش هتفرق ان هي لو واحده احمرت شويه او حاجه. جبت حطيت حبه سمن، وحطيت بصلايه حلوه كده يعني محترمه. يعني بس ساعات يا جماعه والله لما بتبقى الحاجه غاليه انا بقول اقل القليل بيكفي وبيدي طعم يعني. حطيت بصلايه كده كويسه، وايه يعني هي ممكن تتعمل باكتر من كده بس هي ديت كويسه يعني مناسبه. وعندي حتتين لحمه كنت سلقاهم في الحله الصغيره دي، هيطلعوا يعني هي صغيره بس جباره يعني. فيها حتتين حلوين لحمه كده، سلقتهم 3/4 سوا لان احنا بنحب اللحمه مستويه في الطبيخ وفي البورما وفي التورلي بنحب اللحمه مستويه. يعني لو انا عملتها نيه وحطيتها فهم مش بيفضلوها كده. وبعدين الطماطم والتسبيكه بتاخر سوى اللحمه شويه، فانا بسويها وبسقي الطبيخ بالشوربه اللي انا عملت بيها، فيعني ما راحتش فايده اللحمه ولا حاجه. فحطيت بردك اللحمه مع البصلايه كده تاخد تشميعه معاها. وبعدين جبت الفلفل الالوان وحطيته عليها وهقلب تقليبه كويسه. ما عندكيش فلفل الوان مش مشكله، انا كان عندي قرن فلفل احمر واحد وحطيت فلفل اخضر مش مشكله يعني. قلبيها تقليبه حلوه. لو عندك طماطمايه تقطعيها صغيره كمان ممكن تحطيها.
عشان انا هعملها بتسبيق بصلصه شايلاها عندي في الفريزر. اهو يا جماعه هقلبها تقليبه حلوه كده وخلاص. حطيت فلفل اسمر وهقلب اللحمه مع التوابل كده. والله يا جماعه ريحتها في منتهى الجمال، ريحتها جميله جدا اهي. وبعدين هحط الطماطم. هي الطماطم كانت في السوق ما كانتش كويسه، فانا قلت ما انا شايله ديت وكانت غاليه، قلت شايله التسبيكه الوقت ان هي تبقى مش تبقى صفرة في السوق او تبقى ايه غاليه. فانا حطيت الطماطم ديت من عندي من الفريزر. وبعدين المكرونه خلاص خلصت اهيت جاهزه ان انا احطها. بس هزود جبت الشوربه بحالها كده يا جماعه، بالبصل بتاعها بالفلفل اللي فيها يعني، وحطيته. بص شكلها جميل ازاي. قلبتها كده تقليبه وهحط المكرونه. يا جماعه المكرونه دي ضمت حوالي اقل من نص كيلو. هياخدوا يعني لتر الا حاجه بسيطه شوربه على ميه يعني. بصوا يا جماعه لازم تبقى ميتها كبيره وتبقى ملحلحه، يعني ملحلحه يعني فيها دمعه كده اهيت يا جماعه. وهدخلها الفرن. حطيت لها قرن الفلفل الحامي دول، قرن قسمته 2 وحطيته معاها. وهدخلها الفرن على طول، ما حطيتهاش فوق على البوتاجاز، هدخلها فرن البوتاجاز على طول. استوت وبقت جميله اكلناها مع البطاطس دي ومع الطحينه ومع العيش. كانت جميله جدا يعني، مش محتاجه حاجه جنبها. انا المسقعه دي عندي شيء اساسي في بيتي يا جماعه، ما بتتقطعش من عندي من البيت. بعمل المسقعه على طول واشيلها في التلاجة، ناكل بقى طعميه، ناكل فول، ناكل عدس، ناكل كشري، اي حاجه احطها على الفطار يعني، بتعمل طعم للاكل وكده. البتنجانه لما تيجي تختاريها عشان تعملي بيها المسقعه او تشويها او حاجه، لازم تكون من تحت يا جماعه مش مدوره كبيره كده، حته صغيره شرطه كده صغيره وخفيفه وطازه وبتلمع. بس انا البتنجان ده انا كنت جايباه طازه وجميل وكده، بس كان ايه في الفريزر في التلاجة عندي بقاله يومين. بص يا جماعه بيضه وجميله ازاي، في منتهى الجمال، شكلها حلو قوي، بيضه وجميله يعني. بصوا هحط عليها حبة ملح. هكمل انا تقطيع البتنجان التاني ده لوحده، احط عليها حبة ملح واحط جنبها الفلفل كده، وعشان الملح بيخلي المرار اللي فيها ينزل يا جماعة، متبقاش مرة، يبقى طعمها جميل. هي اصلا البتنجانة في منتهى الجمال. هعمل مسقعة جميلة في منتهى الجمال يعني. انا كنت غاسله البتنجان قبل ما اقطعه، وبغسله كمان عشان اطلع منه نسبة ملح يا جماعة قبل ما احمره، واتك عليه كده واحطه في التحميره. وبتك عليه في التحميره يا جماعه، لان لما بحطه في الصلصه بيفتح شويه، فانا ما بحبوش يبقى لونه مقيح كده ووحش، لازم يبقى فيه لون ملون يعني. اهو لكن الفلفل يا جماعه ما بتكاش عليه في التحمير، يا دوبك كده تشويحه بسيطه وبطلعه علشان بيتحرق بسرعه او بينشف بسرعه، لازم انا بحب فيه لحم يعني. اهوت كده تشويحه بسرعه. اللي انا سايباهم صحاح دولت حاميين يا جماعه، ما رضيتش اقطعهم صغير عشان ما يحموش المسقعه قوي. هو ده يا جماعه انا بحب الفلفل كده. اهو الفلفل جاهز، يا دوبك انا هعمل المسقعه. جبت حبه توم كده حلوين محترمين وحطيت واحمرهم، مش هحمرهم قوي، هديهم لون بسيط جدا يعني، ما بسيبهاش تحمر كده وتدي لون ممرر. التوم لما بيحمر جامد بيمرر يا جماعه. وبعدين ضربت الطماطم خشنه في الخلاط وحطيتها على التوم، وهسيبها طماطم المسقعه بحبها خشنه، مش ما بضربهاش جامد. هي والسمك اللي في الدمع ده الصلصه ده بردك اللي هو في الفرن ده ما بحبوش بردك الطماطم بتاعته تبقى ناعمه. حطيت عليها حبه ملح، وهحط كمون، وهحط حبه كزبره شويه صغيرين، وحبه فلفل اسمر. بس ممكن تستغنى عن الكزبره كمان، بس الكزبره بتديها ريحه جميله. وهسيبها لحد ما تعمل الإدام بتاعها ده فوق كده وتتسبك يعني. حطيت اهوت الكمون يا جماعه، وهحط عليها حبه فلفل اسمر، ما بكترش يعني فلفل اسمر، واحط حبه فلفل اسمر، هي عليها فلفل اخضر حامي ماشي. احط حبه فلفل اسمر وخلاص يعني. وهقلبها تقليبه كويسه كده. ولو انت عايزاها دمعتها تقيله سيبيها كده، لو انت عايزه تخففيها شويه وتبقى دمعتها يعني فيها ملحلحه كده جامد شويه كده، احط لها حبه ميه صغيرين وسيبها تغلي تاني. احنا بنحبها كده. حطيت عليها وبفضل يعني، بتمنى ان انتوا بردك تعملوها كده يعني، ما تخلوهاش صيصه كده، ليه كده جميله. قلبتها كده وخلاص، سبتها غلوه واحده على النار، تقلبت كده بس عشان يبقى شكلها حلو. بصوا يا جماعه جميله جدا.
ده السمك يا جماعه اللي انا عملت منه السمك اللي في الطاجن، ومعاه السردين الصغير. انا كنت جايباه، انا لقيته كبير. هو الراجل كان منضفهولي، يعني انا كنت عايزاه من غير تنظيف عشان انضفه قدام حضراتكم، لكن هو نضفهولي. قلت يعني خير وبركه، يعني عادي، يعني الراجل عايز يريحني، بس لازم تعيد عليه، ما بيبقاش نضيف قوي. مسكته بالفرشه دي، انا مخصصاها لتنظيف السمك ونضفته بيها. جبت بقى حبه دقيق وعليهم ملح وكمون وكزبره ناشفه ومعلقه نشا، وهقلبهم على بعض، وحطيتهم في الكيس دوت عشان ما بهدلش الدنيا جنبي. هبدر بيه السمك. ادي الكمون اهو يا جماعه، هبدر بيه السمك نفس اللي حطيته هنا. دي حطيتها في الحشوه بتاعه السمك اللي في قلبه. بصوا يا جماعه الحشوه ايه؟ كمون وشطه لو انت عايزه تحطي، لا بس انا حاطه شطه حمراء، وبصلايه صغيره، وعودين شبت، وقرن فلفل اخضر قطعته حتت صغيره، مع الدقه اللي هي توم وشطه حمراء وشطه خضراء. حطيتهم كلهم كده مع بعضيهم، هحشي بيهم السمك. ممكن تحطي ليمونايه، تعصري ليمونايه وتحطيها معاهم اهو. تبصوا يا جماعه هحشي نصاص، انا قطعتهم نصاص، قلت الباقي بقى ايه ينفع في غدوه تانية مع السردين الصغير اللي انا جبته ده. هحشيه كده كويس، وهحطه ابدره واركنه شويه عبال ما اعمل حاجه يكون هو اخد وعطى كده مع نفسه. بصوا يا جماعه الكيسه ديت ما بتخلوش يبهدل الدنيا. بصوا ان الملموم كده، هتبص تلاقي جنبك مفيش حاجه دي واقع ولا اي حاجه متبهدله جنبك اهو. بصوا يا جماعه انفضه واحطه هنا. الدقيق حط عليه معلقه نشا، وحط عليه كمون وكزبره ناشفه وحبه شطه وحبه ملح اهمت يا جماعه ضمت. ودولت بقى اللي انا كنت عاملاهم في الطاجن. حشيتهم وهحطهم في الكيس التخزين ده، وهحطه في التلاجة في الفريزر. بس مش هبغيب عليه، انا ما بحبش اكتر من يوم او 2، يعني يومين بالكتير وهاكل السمك ده. مش هغيب عليه لان ما بحبش السمك يغيب في الفريزر يا جماعه. هما دول كده هشيلهم واعمل عليهم اكله تانية. هعمل رز بقى مع السمك المقلي دوت، رز صياديه. ممكن تاكليه برز ابيض عادي مسلوق او في الفرن اللي انت عاوزاه. حطيت البصلايه غمقت كده شويه، ورميت فيها قرن فلفل مقطع كده، وعلى قد الرز حطيت الميه دي تغلي غلوه، وبعدين هحط فيها الرز. هظبط الرز بردك، هحط له حبه كمون، حبه كزبره، دي دقه اللي انا حطيتها حته دقه صغيره معاهم. احط الرز اهو يا جماعه. بصوا هقلبه تقليبه حلوه. انا بعمل كميه الرز على قدنا بالظبط، على اساس ما بتزيدش، يعني ما بحبش انا حتى لو زاد هحطه على الفريزر على طول، مش هسيبه في التلاجة ولا اسيبه بره اهو يا جماعه. الميه بتاعته اهوت كده تمام. هحط عليه حبه الملح بتاعه، وهحط حبه كمون، وعايزه تحطي حبه اي توابل بقى عندك، بس ما تغيريش طعمه، يعني التوابل الكتير بتغير طعم الحاجه. وهغطي عليه واسيبه لحد ما يغلي، واوطي عليه النار واسيبه ياخد راحته. هحمر السمك بقى يا جماعه. قبل ما احمر السمك كنت محمره فيها بطاطس والبتنجان والفلفل بس. بصوا بسم الله ما شاء الله، شكل الزيت يعني ايه نضيف. هحط السمك على نار عاليه، وبعد كده اهدي عليه النار يا جماعه علشان يطيب براحته. وادي الرز اهوت بيغلي، هوطي عليه واسيبه ياخد راحته في السوا. السمكية بالراحة كده يا جماعة، بحطها عكس اتجاهي علشان لا قدر الله ما الزيت ما يطرطش عليا وكده يعني. فالسمكة بقلبها بالراحة، لما تعمل لون من تحت اغير اتجاهها. ولو في حتة بيضة يا جماعة بوقفها كده. بسم الله ما شاء الله. ادي السفرة بتاعتنا، الاكل بتاعنا كان مسقعة والرز اهوت، وادي طبقين سلطة، وادي البطاطس والبتنجان والمسقعه. يعني كان المفروض فيه بتنجان بس انا ما حطيتوش على السفره اهو. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا اهو. بألف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله.